ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ عايزه اتكلم معاكم في موضوع هو تساؤل، يعني مش موضوع. فكره ايه؟ ان ليه في ناس الطاعه سهل عليها وناس تاني لا. احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، في فكره التوفيق اللي هو ازاي الواحد يوفق. واتكلمنا ايه يعني، هي اول حاجه طبعا التوفيق ده من عند ربنا. وقلنا ان في نوع من التوفيق عامه وخاصه. تمام. فقلنا توفيق وان احنا ندعي. دلوقتي بقى في حاجات احنا ايه بنعملها علشان الموضوع يكون سهل علينا اكتر. فعندنا اول حاجة منها طريق السعي. فاحنا دلوقتي عندنا مصطلحين، اول حاجة طريق، تاني حاجة سعي. فاحنا عندنا الطريق، احنا بنختار ان احنا نكون في الطريق ده، لان هو ايه، طريق ربنا واحد. يعني النجاح ليه طريق واحد، يعني ايه، مش مفيش تشتت. يعني هو طريق ايه، طريق واحد واضح. فاحنا ايه اللي احنا بس علينا، ان احنا ايه، نكون في دماغنا ان احنا نمشي في الطريق ده، ان احنا في دماغنا نمشي في الطريق ده. تمام. تاني حاجة موضوع السعي، ان احنا دلوقتي بقينا على الطريق. حد ممكن اول ما ايه يبقى اول على الطريق يبقى مش عارف يبدأ منين او محتار او الحاجات دي كلها. فهو كل اللي عليه في المرحلة دي ان هو يسعى، يشوف هو مأمور او ايه الحاجة اللي المفروض يعملها دلوقتي فيعملها. يصلي مثلا، بنت تحجب، معرفش ايه، فيشوف هو فين دلوقتي، ايه الحاجة اللي المفروض يعملها ويعملها، السعي. وفكرة السعي كمان، او خلينا في الطريق الاول. يبقى احنا كده عندنا حاجتين، الطريق، طريق السعي. اول حاجة الطريق، ان انا اختار طريق ربنا، اختار اللي انا عايزة امشي في الطريق ده. وهو ايه الطريق ده؟ لازم انا اختار بارادتي. ليه لازم اختار بارادتي؟ لان ايه، علشان انا امشي في الطريق ده لازم يكون ايه، في مصطلح كده، يكون عندي بصيرة ان انا ايه، ان انا اخترت الطريق ده. يعني مفيش حاجة كده ايه، مفيش حاجة كده سهللة. فاحنا ايه، لازم نختار الطريق ده واحنا عندنا بصيرة، لان مفيش حاجة كده ايه سهللة. لا، احنا ايه، كل حاجة المفروض نكون مركزين فيها، يعني مركزين جدا. فاحنا بنقول ايه، مركزين جدا في نظرنا او الحاجة اللي احنا بنشوفها، مركزين جدا في الحاجة اللي احنا بنسمعها. فاحنا مركزين، يعني البصيرة دي معناها ان احنا ايه، مصحصحين كده. فعشان كده اول حاجة ان احنا لازم نعملها ان احنا ايه، نختار ان احنا نكون على الطريق، وفي نفس الوقت نسعى. طول ما احنا ماشيين كده نسعى. تاني حاجة نعملها، ودي مهمة جدا، يعني بجد مهمة جدا، ان احنا نصدق في نفسنا. مفيش حاجة اسمها يعني انا كده خلاص راحت عليا، او انا كده مثلا فاشل، او انا ما مستحقش، او الحاجات دي كلها، او انا اصلا بعيد، او كلام محبط كتير. فالكلام، يعني الفكرة ان الكلام السلبي ده ما بيقدمش الشخص خالص، بالعكس بيأثر فيه، ومش بيعرف يتقدم بسبب الكلام السلبي ده اللي هو بيقوله لنفسه. فاحنا ايه، نصدق في نفسنا ونقعد نقول لنفسنا ان انا ايه، ان انا فيا خير، ان انا مش ان انا مش شاطر، ان انا مش فاشله، ان انا غاليه عند ربنا. كل الحاجات دي بتفرق جدا في نفسيتنا، ان احنا نتحرك لقدام. اما طول ما احنا بنقول لنفسنا كلام سلبي، وطول ما احنا مصدقين على نفسنا اي سوء، فدي ايه، حاجه بتخلينا كده متكتفين، مش عارفين نتحرك. فاحنا نصدق في نفسنا ان احنا جوانا خير. تالت او رابع حاجه، احنا قلنا اول حاجه التوفيق. تمام، يبقى كده عندنا التوفيق ده يعني توفيق. وبعد كده الطريق السعي، ان انا اصدق في نفسي. رابع حاجه، احنا طبعا ايه، كلنا ايه عارفين الايه اللي في سوره الفاتحه طبعا، اياك نعبد واياك نستعين. احنا بنعبد ربنا، احنا علينا دلوقتي ان احنا نعبد ربنا، مأمور مننا ايه نعمله، وبعد كده بنستعين. تمام. فاحنا بنعمل ايه، الاعمال الصالحه والفروض وكل الحاجات اللي احنا المفروض نعملها، وبعد كده بنستعين ان احنا نكمل. تمام. خامس حاجة الصحبة. والصحبة دي ايه، هنطلع منها فرعين كده، صحبتين، صحبة القرآن والصحبة الصالحة. طبعا ايه، لازم صحبة القرآن. دي حاجة جدا بتسهل الطاعة، يعني بتسهل الطاعة جدا فكرة صحبة القرآن. لان القرآن اصلا من صفاته ان هو هدى وشفاء ورحمة، يعني كتاب هداية. فعندنا صحبة القرآن، وبعد كده عندنا الصحبة الصالحة. طبعا ايه، الصحبة الصالحة تأثيرها ايه، بيفرق جدا. سادس حاجة ان احنا نسمع مواعظ كتير، ان احنا نقعد نسمع دروس كتير، دي بتفرق جدا.